وجد ان الشمس اوشكت على الشروق، قال خلاص بلاش سفر اليوم، بكره ان شاء الله نصلي يمكن الشيخ يخفف. فسأل الشيخ كان يقرأ في سورة ايه؟ سورة البقرة. قال طيب. جه تاني يوم واحد من المريدين همس في وزن ابو حنيفة يا امام في واحد على سفر، ومن كان يعني يصلي بالناس فليخاف انه المريض والضعيف وايه وذا الحاجة، هو ده من اصحاب الايه الحاجات اهو. فابو حنيفة قال خلاص بسم الله الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. راح الراجل خارج من الصلاة واخذ البتاع معاه العزال وطالع يحط على الدابة، فواحد جاي متأخر في الصلاة قال هل انهى ابو حنيفة الصلاة؟ قال لا اسكت، بالامس قرأ البقرة فضاع عليه السفر، اليوم بدأ في الفيل. حلني ده يمكن يخلص على الظهر دي. سبحان الله، فين بقى اشوف فين كبير سبحان الله. وهذا على فهم الرجل لكتاب الله سبحانه الله. المهم نسأل الله ان يرزقنا هذا الفهم ان شاء الله، وفهم القلوب وفهم العقول وفهم التطبيق. يبقى كان فائدة الى الان لك في المسجد فوائد 7. اول شيء اخذ مستفادا بالله، او رحمة مستنزلة، او علما مستظرفا. العلم سبحان الله. كنت في 3 سنوات في محاضرة في المانيا، وقف احد الاخوة قال يا شيخ انا والله من فضل الله ربنا من علي بالصلاة من 6 اشهر فقط. طب الحمد لله. قالوا انا عمري 50 سنة. طب الحمد لله ربنا هداك للصلاة. قال بس في شيء غريب يحصل لي في المسجد. قلت له خير؟ قال انا ادخل المسجد اقف في الصلاة اجد اللي على يميني يحط رجله جنب رجلي، واللي على شمالي يحط رجله جنب رجلي، ابعد رجلي من هنا يلاقي الثاني لاصق رجله. فسالتهم ايه يا اخوانا الحركه العجيبه دي؟ قالوا حتى لا يدخل الشيطان بيننا. الكلام ده يا شيخ صحيح ولا غير صحيح؟ قال الكلام ده صحيح. قال لا حول ولا قوه الا بالله، ده قالوا لي انك شيخ متفتح وتفهم في الامور. طب وايه بقى التفتح قال يا شيخ خلي شيء من العقل عندكم، شيطان ودخل المسجد اتركوه يمكن ربنا يهديه. ولا عنده امل. انا مش ضامن انتوا تطردوه ليه؟ خليه يمكن ايه يعني ربنا سبحانه. هذا رجل عنده ايه امل في الحياة، او امل في الخير، او امل في الهداية. اللهم ارزقنا املا في نصر الاسلام، وعملا يقربنا منك يا رب العالمين.